مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنمدكم بمزيد من المعلومات الحصرية والخاصة. في محاولة للالتفاف على منصة القضاء في تونس، تقدم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي حليف الإخوان بشكوى ضد عشرات القضاة في البلاد لمؤسسات أممية. ونشر المرزوقي قائمة تضم أسماء 45 قاضياً زعم أنه تم إعدادها بناء على عملية تقصٍ، وقال أن قائمة أخرى تشمل 60 قاضياً يجري التحري بشأنها وسيتم الكشف عنها لاحقاً. إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد سرعان ما دخل على خط الأزمة برسائل وإنذار أحمر، موجها رسائل تحذيرية إلى حركة النهضة وحليفتها جماعة الإخوان، وفي القلب منهما سلفه المرزوقي. ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل إلى إثارة التتبعات في احترام كامل للقانون لكل من سولت له نفسه الارتماء في أحضان الخارج أو تحركه لوبيات معروفة تنكل بالشعب وتريد أن تلعب دور الضحية. المحلل السياسي عبد الرزاق الرايس أكد أن موقف المرزوقي غير مستغرب، فهو من سمح لقيادات بأنصار الشريعة المحظور من دخول قصر قرطاج، واعتبر أن ذكر أسماء القضاة هو تهديد صريح باستهدافهم وتعريض حياتهم للخطر، موضحا أن التشهير بأسمائهم والتحريض عليهم هي جريمة يعاقب عليها القانون. وسبق أن حرض المرزوقي ضد تونس في المنابر التلفزيونية بفرنسا إثر إجراءات 25 جويلية التي أطاحت بنظام حكم الإخوان وصدرت ضده أحكام بالسجن. وكان الرئيس قيس سعيد أصدر قراراً بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، واصفاً إياه بأنه عدو لتونس.